في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن إزاي تحسب ال LED أو إزاي تحسب طول التماسك تمام من الكود المصري. دي معادلة الكود المصري إن ال LED بتساوي ألفا في بيتا في إيتا في الإف فيلد على الجاما إس على 4 إف بي في الفاي. تمام. طيب الكود رجع عرف كل حاجة من دول أو كل رمز من دول بيرمز لإيه. الإف بي يو هو إجهاد التماسك ما بين الخرسانة والحديد. تمام. إف بي يو بيساوي 0.3 جذر إف سي يو على جاما سي. تمام. طيب الفاي لو رجعنا للمعادلة الفاي هو ده قطر الحديد اللي أنا بستخدمه. الألفا ده معامل بيعتمد على شكل السيخ أو على شكل نهاية السيخ سواء السيخ كان برجل أو السيخ ده ستريت. تمام. البيتا معامل تصحيح يعني بيعتمد على نوعية سطح السيخ سواء السيخ ده كان مايلد أو مش هرشة. طيب الإيتا ده معامل بيعتمد على سمك الخرسانة. الإيتا احنا بنستخدمه دايما في الحديد العلوي. تمام. بس في شرط مهم إن الأسياخ العلوية دي تكون معرضة لقوة شد. يعني لو أنا عندي السيخ العلوي في منطقة ضغط أنا مش محتاج المعامل إيتا ده في حاجة. تمام. طيب إمتى برضو بستخدمه؟ لو أنا عندي أسياخ علوية ومسافة الخرسانة تحتها أكتر من 30 سم. تمام. أو 300 مللي. يعني مثلا لو أنا عندي لبشة سمكها 500 مللي وعندي أسياخ في منطقة شد هوصلها في منطقة شد، فأنا بالتالي الإيتا بالنسبة لي بواحد وتلاتة في الحالة دي. أي حالة تانية الإيتا بالنسبة لي بواحد. يعني أنا لو عندي مثلا بلاطة فلات سلاب سمكها 20 سم وهوصل الأسياخ العلوية في منطقة شد، فأنا في الحالة دي الإيتا بالنسبة لي بواحد. تمام. طيب هو إيه الإيتا أصلا؟ هو معامل بيعتمد على دمك الخرسانة تحت الحديد. إن أنا عندي الأسياخ اللي هي السفلية مثلا الخرسانة اللي فوقيها كلها بتبقى مدموكة، ما بيكونليش فراغات ما بين الحديد والخرسانة. الأسياخ العلوية هي بتبقى آخر جزء بيتصب في الخرسانة تحتها، فبالتالي بيبقى ما بين طبقات الخرسانة وبعضها بيبقى فيه فراغات هوائية، فده الكود اعتبر إن هو ما بيحققش تماسك كويس، فبيزود التماسك أو بيزود قيمة ال LED في الحالة دي عشان يعوض الفرق ده. فبالتالي الإيتا هو بيعتمد على سمك الخرسانة وأنا في منطقة شد ولا في منطقة ضغط. تمام. في الآخر الكود ادانا القيم دي كقيم مينيمم ما ينفعش إن أنا أقل عنها. يعني 40 فاي أو 30 سنتي ده أقل LED ممكن استخدمها لو انا عندي الحديد تنسايل، ولو الحديد مايل دي الارقام اللي انا ما ينفعش اقل عنهم. هنا الكود اتكلم على معامل التصحيح او الالفا، ان هو الالفا دايما بواحد الا لو انا هعمل السيخ ده برجل او بجنش او هلفه بزاويه. ليه الالفا هنا مش بواحد؟ يعني هي الالفا هنا ب75 من 100، فبالتالي قيمه ال دي بتقل. ده منطقي لان لما الاسياخ او السيخ ده لما يبقى برجل سحبه من الخرسانه بيبقى اصعب، فبالتالي بيزود التماسك مع الخرسانه، فانا من حقي ان انا اقلل ال دي في الحاله دي. تمام. بعد كده معامل البيتا في الاسياخ الملساء بواحد في الشد ب7 في الضغط، والاسياخ ذات النتوءات ب75 من 100 في الشد و45 من 100 في الضغط. وبعد كده الكود ادانا جدول هو حاسب بقى، يعني المعادلة اللي احنا شفناها فوق المعادلة دي هو خد كل إجهادات الخرسانة اللي متعارف عليها وكل إجهاد الحديد اللي موجود في السوق وحسب قيم ال LED وحطها في الجدول ده. تمام. طيب هو هنا قايل إن هو حاسب إن الإيتا بواحد وحسب كل القيم دي. تمام. وبعد كده هنا ذكر البند ده إن هو لو الأسياخ دي بجنش القيم دي تتضرب في 75 من 100 اللي هي دي قيمة الألفا.